كان يا مكان في قديم الزمان ملكة محاربة اشتهرت بالجمال والشجاعة والذكاء. كانت تحكم مملكة اسمها تدمر. براند تومافيتشي قرر انه يجسد خصائص ومواصفات الملكة عن طريق انه يصنع عطر يجمع كل المكونات اللي بتجسد خصائصها وشخصيتها: الجمال، القوة، الشجاعة والذكاء والجاذبية. حكاية النهاردة هي حكاية الملكة أو عطر زينوبيا. أهلا بكم في حكاية عطر، معاكم عمر نبيل. النهاردة احنا في حضور الملكة أو عطر زينوبيا، من أجمل عطور 2023. حرفيا أنا ده بالنسبة لي عطر اكتشاف. البرفيومر اللي ورا العطر ده هي أنجيلا ستارفيسكا، وهي عايزة أقول إن عملت عطور لبراند زي كلايف كريستيان، وعاملة عطور لبراندات عالمية. البرفيومر اللي هي العطارة من خلال فهمها لعالم الروائح والمكونات قدرت إن هي تجسد الشخصية بتاعت الملكة زينوبيا بالخصائص والمواصفات الشخصية بتاعتها، بإن هي طلعت هذه التحفة العطرية. وبصراحة صفات الملكة زينوبيا كانت بالنسبة لي تستحق إن يتبذل فيها مجهود بشكل كبير جدا عشان نقدر إن احنا نطلع هذه التحفة التي أمامنا الآن. احنا النهاردة في حضور عطر زينوبيا، وطبعا هنشرح العطر ده بيتكون من ايه وريحته عاملة ازاي. بس الاول كده يا ريت يعني نشجع بعض كده ان احنا نعمل لايك للحلقه، ويا ريت تكتبوا كومنت بعد الحلقه دي عشان تقولوا لي رايكم في عطر النهارده ايه. العطر ده يمكن محدش اتكلم عليه خالص قبل كده من الناس اللي هي العرب، وتقيم من بعض المقيمين الاجانب. احنا النهارده سعداء الحظ جدا ان احنا بنقيمه مع بعض باللغه العربيه، وهنعيش الحاله بتاعته لان هي بصراحه حاجه فخمه جدا ومن اجمل عطور 2023 اللي تم اصدارها. عايز اقول لكم ان البراند ده براند اماراتي اسمه تومافيتشي، والاونر بتاعه يعتبر امريكي عربي، شخصيه بتعشق العطور وعنده استعداد ان هو يعني يعمل اجمل العطور اللي ممكن الواحد يتخيلها. تعالوا بقى نشوف بقى ايه الريحه اللي بتوصل من زينوبيا. طبعا الديزاين والباكينج هيبقى ليه فقره لوحده، بس لما نعرف العطر ده ريحته ايه. الزجاجه بتجيب بالشكل ده اهو. نرش بقى العطر كده ونعيش اول مرحله مع بعض من العطر، لان هو فعلا فيه 3 مراحل. رشينا العطر تمام. الله على الجمال. بدايه العطر ده اول كده ما بترشه بتظهر فيه رائحه فاكهيه من الكشمش الاسود وزهر البرتقال. الاتنين دول لما اتمزجوا مع بعض عملوا إثارة ورقي ودفء حسي في العطر. وهقول لكم هو العطر ده كان عايز يعكس ايه، اللي هي الحالة بتاعت زينوبيا، هو عايز يعكس فيها ايه، او عايز يعني يوصل لنا ايه من المملكة اللي كانت عايشة فيها زينوبيا، اللي هي مملكة تدمر. طبعا هنا ريحة الكشمش الاسود اللي مش عارفها، هي ريحة فاكهية سكرية لاذعة. بتشعر هنا بريحة فاكهة قوية جدا في البداية، مع رائحة زهر البرتقال اللي بيدي دفء للعطر. طيب الاتنين دول المزيج بتاعهم عاملين كده ريحة فاكهية دافية، وتحس ان هي مثيرة جدا، يعني فيها احساس بالإثارة والحميمية شوية، ولكن هنا الريحة الفاكهية ظاهرة بقوة. طيب هنا لما انا قعدت درست كده الاوبننج دي كانت عايزه تعكس ايه؟ هي كانت عايزه تعكس دفء شمس الصحراء عن طريق الريحه الفاكهيه والزهريه من رائحه زهر البرتقال. وزهر البرتقال بالنسبه لي الريحه اللي انا بستشعرها بتبقى ريحه كده زهور بيضاء صابونيه قليلا قليلا مع الرائحه الفاكهيه. بصراحه مزيج في منتهى الجمال. خليكم معانا لاخر الحلقه عشان انا عندي مفاجاه للناس اللي عايزه تجرب العطر ده. يعني انتظروني لاخر الحلقه عشان هقول حاجه مهمه جدا، لان انا ما اقدرش ان انا يعني اقول لكم كده وصف العطر كده واحمسكم ان انتوا تبقوا عايزين تشموه يعني، لا. بس ان شاء الله في اخر الحلقه هتعرفوا المفاجاه، عشان يعني ان شاء الله العطر ده هيكون سهل ان انتوا تحصلوا على سامبلز منه. هتكون طبعا مقدمه من البرنامج. طيب المرحله الثانيه بقى هي الانتقال من دفء شمس الصحراء الى حدائق قصور الملكه زينوبيا. فحدائق معناها ايه؟ هنا احنا هنشم لما العطر بيتدرج معانا
بنشم بقى هنا بعض الازهار الفخمه جدا من الورد التركي وزهر الاوركيد وقليل من زهور الياسمين. مجموعه الازهار دي كلها ادمجها مع رائحه من الفانيليا، نوع من الفانيليا فخم جدا اسمه فانيليا مدغشقر. هنا انت بتحس ان الفانيليا ناعمه قوي، ومش مش سكريه بالدرجه بتاعه الفانيليا الطبيعيه، لا هي فانيليا هاديه. فهنا احنا يعني انا هنا بستشعر ان انا فعلا رحت الحدائق اللي هي الفخمه بتاعه القصور دي، وماشي وسط الجناين وشامم رائحه من الازهار مدموجه مع الفانيليا. ده اتقالوا كده بقى لسه، عشان ده العطر هيتدرج معانا وهيروح للمرحله الثالثه او الاخيره اللي بيكون فيها بقى ايه يعني استحضار الشخصيه بتاعه الملكه زينوبيا من القوه والذكاء والمرونه. المرحله الثالثه بتاعه العطر هي تجسيد لقوه الملكه ومرونتها وعهدها الاسطوري وجمالها. معروف ان يعني زينوبيا دي لما حضراتكم تخشوا تقروا التاريخ بتاعها كانت ملكه في غايه الجمال. هنا العطاره او البرفيومر جسدت نوتات تعكس هذه الصفات، فدخلت هنا العود. العود هنا بقى انت هتشمه بتوظيف جديد ولاول مره، عود ناعم جدا جدا جدا. يعني انا بالنسبه لي هنا العود اول مره اشم عود بهذه الاحترافيه وهذا الجمال. العود هنا دخل مع العنبر والزعفران، يعني فعلا انا يعني حسيت ان هم فعلا بيجسدوا روح الملكه وخصائصها وشخصيتها من القوه والمرونه والذكاء والجمال. ففعلا هنا احنا بنشم رائحه عظيمه. لما العطر كده بقى بيبدا ان هو خلاص بقى اخد وقته خالص، بنبدا بقى ان احنا هنا نشم الريحه النهائيه. طيب سؤال، ايه الريحه اللي انت بتاخدها من زينوبيا في الاخر خالص؟ يعني العطر ده لما بنرشه خلاص خد وقته وهدي، نرجع كده بقى العطر تمام ونقول لكم بقى ريحه ايه. هي رائحه من العود الناعمه الخفيفه، داخل معاها الكشمش الاسود. يعني هنا العود عود فاكهي بامتياز، في كده لمسه زهريه ولمسه كريميه بسبب الازهار والفانيليا اللي هي فانيليا مدغشقر. ولكن انا اللي بيوصلني من الريحه الفاينل بتاعه زينوبيا ريحه عود فاكهيه بقوه. ده يعني ده الكونكلوجن النهائي. فواضح ان التركيز كان على ان العود يخش بشكل ناعم، لان عايز اقول لكم نوتة العود دي من الصعب جدا، انا بشوف ان من الصعب جدا توظيفها، لان العود يعني يا اما يقفلك يا اما ايه، يعني في ناس ما بتحبش ان العود يكون انيماليك او شرقي، فيا اما يقفلك يا اما هتحبه. لا بصراحه الحرفيه هنا ان العود دخل يتسلل اليك وسط هذه النوتات ووسط هذه المكونات، فبيعمل لك حاله كده من التوهان والسحر والجمال. اختيار الاسم بتاع زينوبيا ده بصراحه يعني كانت حاجه مميزه جدا، لان هي الملكه دي لما حضراتكم تقروا عنها هتلاقوا يعني تاريخ كبير قوي وتفاصيل كتيره جدا جدا. طيب العطر ده يونيسكس بامتياز، انا شايف ان هو 50 رجالي و50 حريمي، عشان بس البنات والسيدات اللي بيقعدوا يقولوا لي في الكومنتس انت ما بتتكلمش ليه على عطور نسائي. عايز اقول لاي بنت او اي سيده ان انت تقدري تستخدمي العطر ده، مفيش اي مشكله. يعني هتحسي ان انت اولا بتستخدمي حاجه جديده يمكن لاول مره، لان هو فعلا توليفه جديده. وبرضه نفس الكلام للرجال اللي عايز يستخدم العطر ده، مفيش اي مشكله. طيب التصنيف النهائي بتاع العطر ده بالنسبه لي انا هقول عليه ان هو عطر، يعني عطر عود فاكهي زهري. ده التصنيف النهائي بتاعي. طيب نتكلم على المناسبات اللي تحط فيها العطر. انا شايف ان العطر ده يمشي في المناسبات الرسميه ويصلح لاجواء الشتاء والخريف بامتياز. انا قلت اللي خلاص الجو برد، لبسنا الجواكت، طلعنا البلوفرات، نزلنا الهدوم الشتوي، فخلاص انا قلت هبدا بحاجه كده قنبله. قلت حتى للمخرج غير الاستوديو وغير اللوكيشن، انا عايز اقعد في مكان يليق بالملكه زينوبيا وعطر زينوبيا. فعلشان كده قلنا ان احنا نقدم العطر ده باجواء جديده ولوكيشن جديد. وانا بصراحه بالنسبه لي انا شايف ان ده هو الايكون بتاعه 2023 بالنسبه لي، من الروائح. الناس اللي هي بتحب روائح العود المميزه، مش الخشنه خالص ولا الانيماليك، لا العود الناعم
فانا برشح العطر ده على مسؤوليتي الشخصيه. وهقول لكم حاجه تانية، لما هتخشوا تعملوا سيرش على العطر ده تشوفوا الريفيوز اللي اتقالت من الناس اللي هي الاجانب، تمام، كلهم اجمعوا ان هذا العطر ممكن تجيبه بلايند باي. وانا دايما كنت بقول حتى ان فكره البلايند باي انا ضدها، ولكن باستثناء بعض العطور، وانا النهارده بستثني عطر زينوبيا من العطور اللي احنا نقدر ان احنا نجيبها بلايند باي. السن بقى انا شايف ان هو من 25 وانت طالع، سواء رجال او سيدات. ونيجي بقى نتكلم على التقييمات بتاعتنا، نتكلم بقى على الديزاين ونشرح الديزاين بالتفصيل. البوكس بيجي بالمنظر العظيم ده، تمام. هنا اسم البراند تومافيتشي، وزينوبيا مكتوبة بالخط العربي بشكل شيك جدا جدا جدا. واحيي صاحب البراند على كتابته الاسم بالطريقة دي، تمام، بالعربي طبعا، واسم زينوبيا بالانجليزي. طيب البوكس بقى بيفتح بهذه الطريقة، وركزوا بقى بالحاجات اللي جوه عشان تفاصيل كتير قوي جوه. بيجي هنا كارت، تمام، يعني كارت تعريف للبراند، وكارت فيه التفاصيل بتاعة المنتج. تفتح الكارت، تفتح الظرف، تمام، وبتلاقي الكارت ده جوه. كارت هنا جوه فيه تعريف للبراند، اوكي. واللون البوتل الوهمي بيجي باللون الجولد، ومن جوه متبطن بشكل مبهر. وهنا في الكتابه بتاعه تفاصيل البراند كلها. طبعا الكاب بتاع الزجاجه ده كاب بلاستيك، تمام، وده ميتاليك. والاوتومايزر زي ما حضراتكم شايفين اوتومايزر رائع. وهنا في حفر الليبل الجولد، والاوتومايزر زي ما حضراتكم شايفين اهو باورفول، يعني حاجه بيرفكت. وطبعا الريحه زي ما قلنا عظيمه. فانا بالنسبه لي الديزاين ما فيهوش اي غلطه، 10 من 10، حاجه احترافيه. طيب ننتقل بقى لجمال الرائحه. جمال الرائحه انا بالنسبه لي اديله 9.5 من 10. يعني انا بالنسبه لي انه النوتس اللي موجوده في العطر ما كانتش، يعني انا لما باجي ببص لها كده هي معظمها مش ذوقي. يعني انتوا عارفين ان انا ما بحبش الاثار، وما بحبش النوتات الفاكهيه، وما بحبش الفانيليا قوي. ولكن لما انت تولف النوتس اللي انا ما بحبهاش اصلا وتديني توليفه تعجبني والاقي نفسي وقعت في غرامها، لا انا هنا هعلي لك التقييم، انا مش هسيبك. انا معروف ان انا بحب نوت العود جدا، عشان هي اولا نوته صعبه وهي يعني تميل لذوقي الشخصي جدا. لكن بعض النوتات التانية دي انا استغربت ان التوليفه وان انت تحط كل ده وهي مش من النوتات المفضله بتاعتي. يعني انا مثلا اميل الى الاخشاب، خشب الصندل، اميل الى التبغ، اميل الى العطور البوذيه وهكذا. فانت عملت لي توليفه من نوتات، فانا بصراحه احيي البرفيومر انجلا على هذه التوليفه العبقريه، وان هي تطلع عطر يعني ولا هو رجالي ولا هو نسائي. فانا بالنسبه لي هقول ان جمال الرائحه 9.5 من 10. ثبات العطر بيقعد يوم كامل على الهدوم، فانا اديله 9 من 10. فوحان العطر اديله 8 من 10. الفوحان بتاعه يشتغل معاك من 2 ل3 بشكل كويس جدا. وعايز اقول ان ايه، يعني في بعض الناس لما شمتوا عليا قالوا ان هو عطر حميمي، فهو اتراكتيف جدا. وفي نفس الوقت برضو الفوحان بتاعه كده لما يكون كده الجو فيه بروده، لا شغال معاك يعني لمسافات كويسه جدا، فهتتشم ما تقلقش خالص. اجمالي تقييمي لعطر زينوبيا هيكون 9 من 10. بعد ما اتكلمنا عن العطر بشكل كامل، المره دي بقى مش هقول لكم اي حد جرب العطر يكتب لي رايه في كومنت، لا انا هقول لكم المره دي ان انا اتفقت مع صاحب البراند ان انا محتاج سامبلز علشان اخلي حضراتكم تجربوا العطر ده، تمام. وبالمناسبه طبعا انا عايز اقول لكم ان البراند ده عنده حاليا 3 عطور موقعين مع برفيومرز تقال جدا. في عطر تاني ان شاء الله هنتكلم عليه وهنعمل له حلقه لوحده اسمه ديمي جاد، وفي عطر برضو حريمي تاني ان شاء الله برضو هنبقى نتكلم عليه ونعمل له حلقه لان هو فعلا يستحق، تمام. ولكن خليني اقول لكم المفاجاه اللي معايا ان صاحب البراند يعني مقدم مجموعه من السامبل، تمام. هيكونوا 10 سامبل، تمام. طيب ال10 سامبل دول انا بقى هختار الناس بناء على ايه. اهي زي ما حضراتكم شايفين الباكت اهو، حتى الباكت بتاع السامبل شكله شيك جدا. 10 سامبل وفي هديه كده برضو تانية ان شاء الله برضو هنقدمها
لاحد الاعضاء. طيب انا عندي جروب على الفيسبوك اسمه حكايه عطر عمر نبيل. المره دي انا هختار الناس بشكل شخصي، الناس اللي هي دايما متفاعله عندي على الجروب وبتكتب ريفيوز، لان انا بالنسبه لي في ناس بتعمل مجهود كبير جدا معايا، بيكتبوا ريفيوهات، بيدعموني، هم عايزين ينشروا الثقافه العطريه. فان شاء الله انا هعلن على الناس اللي يعني هعمل بوست ان شاء الله كده، وهشوف كده التفاعل عليه ايه، وهشوف الناس اللي هي بتشارك بشكل كبير على الجروب. طبعا نقدر ان احنا نعمل اناليسيس بسهوله جدا ونشوف الناس اللي بتكتب ريفيوهات علشان يحصلوا على السامبل ديت. طيب عشان نسهل الموضوع، انا السامبلز دي ان شاء الله هسيبها في شركه أؤمرني للناس اللي هي حابه ان هي تروح تزور الشركه هناك وتقعد في الكافيه بتاع العطور، تروح تاخد السامبلز بتاعتها. او طبعا لو حابين ان انتوا يعني تيجوا تقابلوني، انا بكون متواجد دايما في حدائق الاهرام عشان تستلموا السامبلز ديت. اما بقى الهديه الاخيره اللي معانا، فاحنا بما ان احنا النهارده بنتكلم على عطر الملكه زينوبيا، تمام، ففي هديه اخيره هيتم تقديمها لاحد السيدات برضو من الناس اللي هم البنات او السيدات اللي بيشاركوا على الجروب عندي وبيكتبوا مقالات. هنديهم الترافل سايز ده عطر حريمي جميل جدا، تمام، اسمه امبيريان، وهو من العطور الرائعه اللي موجوده في براند تومافيتشي. برضو ان شاء الله ممكن ان احنا نسيبه في شركه أؤمرني علشان اي واحده ان شاء الله هنختارها هتقدر ان هي تروح هناك تستلمه، او لو المكان بعيد فاحنا ممكن نبعته شحن على المكان اللي حضرتك موجوده فيه. دي كده كانت نهايه حكايه الملكه زينوبيا. انا شخصيا استمتعت بيها جدا، كنت جاهز النهارده عشان يعني استحضر الحاله الملكيه بتاعتها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه عشان ده بيدعمني جدا، بيخليني ان انا استمر، بيخليني ابذل مجهود علشان اوصل لكم كل جديد، لان ده الحمد لله بفضلكم ان احنا يعني نكون اول ناس تتحدث عن العطر ده بالعربي. ده علشان فعلا انتوا خليتوا حكايه عطر في مكانه خاصه، فده بدعمكم وده بفضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى. بشكركم جدا، وكده نقدر ان احنا نرجع الملكه زينوبيا لمملكتها العظيمه، مملكه تدمر، اقصد بوكسها العظيم. السلام عليكم.